من يكتب السطر الأخير في هذه المواجهة، من يحقق المركز الثالث، ونتمنى إن شاء الله لمصر يا صابر بإذن الله. ان شاء الله. المفارقه مشاري ان احنا بدانا البطوله بمباراه وديه مع نيجيريا وبننهيها بمباراه شبه وديه مع نيجيريا. بدانا قبل انطلاقه البطوله، كانت اخر مباراه اعداديه للمنتخب المصري، واجهنا نيجيريا وفزنا عليها بهدفين مقابل هدف، وهنواجهها ان شاء الله بس فيها برونز وفيها تاريخ وهذا صحيح. انا شخصيا لكن حقك تملك 7 بطولات. رايي فيها بس التاريخ لا يذكر فضيه ولا برونزيه، التاريخ لا يذكر سوى الذهبيه. احنا حتى بنجيب الارقام مين اللي صعد لنصف النهائي بنجيبها بالعافيه وبنتذكرها بالعافيه، انما البطل دايما هو اللي بيبقى متسيد. اتمنى ان احنا طبعا الحكمه بتقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني صحيح لم نتمكن من المنافسه على اللقب، على الاقل نعود بالبرونزيه ونحقق بعض الاهداف الشخصيه. محمد صلاح يضاعف غلته التهديفيه في البطوله. في كاس اوروبا عملنا المساء الرياضي لا يوجد في مركز ثالث ورابع، فقط في بطولات نفسيا قاسيه جدا، مباراه نفسيا قاسيه جدا لا يقبلها اي منتخب. بدر من هذه الزاويه، زاويه نفسيه، زاويه انه تسمى احيانا مباراه المجروحين، مباراه المهزومين، مباراه النهائي الصغير، يعني كل الاشكال التقديحيه تلصق بهذه المباراه. فالاوروبيين حفاظا على نفسيه اللاعبين يعني شالوا هذا الدور الطرديه او مباراه الجريحين كيف نقولوا احنا، لكن في كل الاحوال هي مباراه بوديوم. مباراة بوديوم لابد أن نمتلك فيها كل الحوافز لنلعبها ولنضع أفضل خاتمة. ربما منتخب مصر اليوم عنده ثأر مع نفسه لينهي البطولة بأجمل صورة ممكنة. أنا أتصور على أنه غادي يدخل المباراة بالتشكيلة الرسمية، والحوافز المادية أيضا تخلي أن المنتخبين يلعبوا بالتشكيلتين الأساسيتين. سؤال يفرض نفسه، هل تكون البطولة الأفريقية الأخيرة للأسطورة محمد صلاح؟ نتابع معكم هذا التقرير. أبدأ معك في هذا السؤال تحديدا، هل كانت هذه آخر خطوات النجم محمد صلاح في البطولات الأفريقية؟ فتحي. أتمنى له، الحقيقة أتمنى له، لأنه محمد صلاح لاعب في فريق كرة قدم في 11 لاعب. في هذه البطولة محمد صلاح قام بالواجب. ما هو دور محمد صلاح؟ تسجيل الأهداف، سجل الأهداف. ثم كأس أفريقيا 2027، كأس أفريقيا 2028، محمد صلاح قادر على أنه يكون موجود. ونتصور ل 120 مليون يحلموا كونه محمد، ربما ويحبوا أكثر من محمد صلاح نفسه أنه محمد صلاح يهز الكأس الأفريقية، لأنه محمد صلاح رمز. يقولوا كيف يغادر محمد صلاح دون رفع الكأس الأفريقية، وهو كان قاب قوسين في مرتين أن يرفع هذه الكأس. أنا أتمنى مع استمراره بالطبع 2027 غدوة 2008 قريبة 27 8 في نسختين ثم ينهي نفسك في كلمة وانهي. أنت كل مرة في كلمة وانهي، يعني محمد صلاح يكمل إن شاء الله. أتمنى أنه يكمل ويفوز بالكأس الإفريقية، لأنه فعلا محمد صلاح يستحق لما فعله مع مصر، وينقص هذا ساديو ماني يدخله التاريخ بنفس سن محمد صلاح، واعلن ان هي الاخيره. محمد ساديو ماني فاز بالكأس الافريقيه، مرتاح البال في نهايه مشواره، يكمل في السعوديه. محمد صلاح مازال في ليفربول، مازال في عنفوانه، مازال يحتاج فرق. ساديو ماني حب يخرج من الباب الكبير. تمام. حسام، محمد صلاح ماذا تصفه من كلمات؟ أن يبقى في بطولة القادمة إن شاء الله. القادمة وما بعدها، خاصة القادمة في تنزانيا إن شاء الله. هذا ما تتمنى؟ أتمنى هذا. إذن محمد صلاح النجم الكبير الذي حقق إنجازات مع ليفربول، يتمنى الجميع في مسألة أن يستمر إن شاء الله ويحقق الإنجازات الشخصية صحيح والجماعية، سواء مع مستوى النادي وكذلك المنتخب. نذكركم مشاهدينا الكرام في مواجهة تحديد مركزي الثالث والرابع، مواجهة منتخب مصر نيجيريا. كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب المصري غدا السبت في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، حصريا عبر قنواتكم بين سبورتس. كما نذكركم مشاهدينا الكرام في موعد برنامج المساء الرياضي سيطل عليكم غدا إن شاء الله في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المساء الرياضي. شكرا فتحي، وشكرا حسام، شكرا بدر، وشكرا صابر. وفي كل حلقة نرددها شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.